السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم بخير، ورمضان كريم عليكم وعلى الأسرة الكريمة كلكم بخير. النهاردة أول يوم رمضان وحبيت أشارك معاكم اليوم بتاعنا. النهاردة هنعمل حاجات جميلة جدا. أول يوم رمضان في دمياط، يعني في بط ومحشي ورقاق، اللي هي الأمامة دي كده محشية كبد وقوانص من بتاعة البط وحاجة كده عظمة. هنا معايا المرتة بتاعتي اللي بنعملها في دمياط، بصل وملح وفلفل وكمون وشوية شطة وزبيب، وبنمرط البصلة بالبهارات. نمرطها يعني ندلكها في بعض أو ندعكها في بعض كده نقلبها. تمام. والبطه بتاعتي بقى ايه؟ بنحشيها حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا البطه ديت انا غسلاها ومنضفاها كويس جدا ونقعاها بميه وخل وليمون، ومخليها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. حشيتها وقفلتها من الجنبين اهوت، من الرقبه ومن من الحجر بتاعها او من بطنها. وبدات ان انا ايه اسلقها عشان اكب ميتها، وابدا ان انا ايه اعمل الوصفه التانية تسلق على النار على عين تانية. والعين ديت انا بعمل بيها ايه؟ المحشي. جبت شوية زيت مع حتة دهن على النار، وحتة دهن مع البصلة، وهبدأ ان انا ايه اشوح البصلة بتاعتي تدي لها لون اصفر كده خفيف حلو. واحط كمان معاها ايه فصين توم، قلبتهم مع بعض. رجعت تلات حلة البط غلت، كبيتها في المصفى وشطفتها شطفة، وبدأت ان انا اشوح البط بتاعي مستكة وحبهان مع شوية زيت، واسيبهم كده ايه يتقدحوا مع بعض. واجيب بصلة واخرطها زي ما انتوا شايفين. حطيت البصلة بتاعتي خرطتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، ونزلت بالبطاية بتاعتي الجميلة اهو. ظبطها كده في الحلة علشان انا عايزاها تاخد الصدر التشويحة بتاعتها الجميلة. حطيت بقى الكبد والقوانص والرقبة والجناحة عشان ما تستوي كده وتخش في السوي. هبدأ اخدها وافصصها واعمل منها ايه؟ الرقاق. احشي الرقاق بالكبد والقوانص وفصوص الجناحة. عندي محدش بياكل الجناحة والرقبة والحاجات دي كلها، فاحشيها فيها. كنت الاول بحشيها في الجلاش واعملها امامه، لا النهارده عملت برقاق. خلاص كده وخلصت البطه بتاعتي وسبتها تغلي على النار. هبدا اعمل المحشي بتاعي. حطيت الفصين التوم اهوت مع البصله كانت هتتحرق مني على فكره، عشان بصيت على ايه؟ على البط. فسبتها كده اهوت وشوحت البصله بتاعتي مع فصين التوم. وايه؟ لو عندك معلقه سمنه حطيها. هنا رشه نعناع، محشي يعني نعناع. بحط نعناع حبة صغيرين جدا، بيديلك نكهة وطعم حلو قوي اهو. وهقلب مع بعضه. الخضرة بتاعتي نزلت بيها الاول، وبعد كده جبت معلقة صلصة عشان برضك اعزز اللون، اخليه يبقى لونه حلو كده احمر وجميل مع الطماطم بتاعتي اللي انا مفرزاها. طبعا انا مفرزه الخضره ومفرزه عندي ايه الطماطم اللي هي الصلصه اللي انا عاملاها وياكم. تمام كده. قلبتها تقلبتين اهوت. انا مش عارفه، انا بحط الخضره الاول على البصله يا دوبك بس تفك كده وتاخد تشويحه كده، واحس كده بريحه الخضره مع البصله كده وتدي لها ريحه. بنزل على طول بالطماطم بتاعتي على طول. دي وصفتي اللي بعملها في المحشي، بتبقى ريحتها حلوه قوي. في ناس ما بتحطش الخضره دلوقتي، بتحطش اللي في الاخر، لكن انا بحب احطها كده في الاول. نزلت بالطماطم بتاعتي. طبعا الطماطم مفرزاها فطبعا لسه فيها تلج شويه. حطيت شويه نعناع وكمون وشوية فلفل وشوية ملح. بكمون وملح وفلفل وشوية شطة. واحط كمان شوية كزبرة ناشفة تدي لها طعم حلو قوي. قلب بقى كل الحاجات دي كلها مع بعض يغلوا كده ويسبكوا، والصلصة بتاعتي تفك شوية كمان وتغلي غلوتين. وهبدأ على طول انزل الرز بتاعي انا غسلاه ومصفياه. هنزل على طول في خلطة المحشي على طول التسبكة بتاعتي، ونطفي النار. انا ما بسيبوش يغلي على النار خالص اصلا الرز مع الخلطة. تمام كده قلبته كله مع بعضه اهو. قلبت الرز طبعا كل ده انا مطفيه النار، انا مش معليه مش مشغله النار، كل ده انا مطفيه النار. هقلبهم كده مع بعض. مظبطه الحدق بتاعك والملح والشطه والفلفل والكمون، كل حاجه مظبطه. وجبت الحله بتاعتي اللي انا هحشي فيها، حطيتها كلها شرايح بصل، وحشيت
الكرنب بتاعي. طبعا مضيعتش وقت معاكم لان انا اقعد احشي. طبعا انتوا كلكم عارفين احنا بنحشي المحشي ازاي، وصورت كتير واحنا بنحشي. ونزلت على طول بشوربة البط. تمام كده. وظبطت العيار بتاعي اهو. وبدات ان انا وسبته بقى على النار، على نار هاديه. وبدات ان انا احمر القطايف بتاعتي. قلت احمر القطايف وانجز في الوقت، في كل حاجه علشان انجز في الوقت. طبعا بيبقى الساعه ضيقه، ولو ما انجزتش في الوقت كل العيون كلها تشتغل مع بعض هتلاقي عندك اللي انت ما خلصتش حاجتك والوقت جرى منك. كده خلصت القطايف وحطيت الشربات بتاعي اهوت على القطايف. وهنغرفه كمان بالمره كمان عشان يبقى احنا كده خلصنا من من الحلو. تمام كده خلصنا من القطايف. لسه هعمل كمان وياكم كمان كنافه. بس ان الكنافه عملتها مع نفسي. عملت بس التحضير في الاول كده بقى الاول زي ما انتم شايفين كده. عملت كمان عصير برتقان وعصير جواف، عصير فراوله وعصير برتقان. طبعا الحاجات دي انا مجهزاها وياكم برضو. البرتقان يا دوبك عصرته وحطيت له السكر والميه وعصرته في الخلاط. لكن الفراوله هي جاهزه، فكتها بس من التلج بتاعها وحطيت لها بس السكر وشويه ميه صغيرين. تمام كده. طيب خلصناها. وعملت بقى كبد والقوانص. فصصتها حتت صغيرة. وعملت البصلة الأول شوحتها مع شوية زيت. وحطيت الكبد والقوانص مع فصوص البط اللي هي الأجنحة والرقبة. وحطيت كمان عود قرفة خشب. وحطيت ورقة لورا. هفتكر الوقت واحطه تاني الوقت اللي هو العود اللي هو الورق اللورا. واحط ملح وفلفل وكمون وشوية شطة وشوية بهارات لحمة. لو ما فيش بهارات لحمة بحط شوية بهارات 7 بهارات. حاجه كده بتعزز الطعم وبتديلك ريحه حلوه كمان في الوصفه دي. وطبعا هنا مع الاستعجالي نسيت احط الزبيب. كنت بحط فيها زبيب بس انا نسيت. واقلبهم كلهم مع بعض. طبعا انا بنجز لكم في الوصفات كلها مع بعض لان طبعا الحاجات دي كلها بتاخد وقت. فلو قعدت اصور لكم الوصفه من اولها لاخرها وبعملها ازاي والكلام ده كله فمش هيقضيني ساعه. تمام. فانا بنجز لكم في الوقت الحاجات اللي انا عملتها بس. وطبعا انتوا كلكم شاطرين وعارفين احنا بنعمل كل مع بعض هنا اللبن بتاعي اهوت. جبت بقى الكريمه اللي انا عملتها اللي هو حطيت فيها كريمه شانتيه معلقه وكريمه باستري وشويه نشا. وقلبتهم مع شويه لبن. وبدات اني افكهم مع بعض. طبعا السلك ده سلك الشاحن لان طبعا التليفون كان بيفصل مني. طبعا انا من استعجالي ما جبتش الستاند ولا اي حاجه. كنت بصور بايد وبعد كده قمت قايله لجنى استعنت بيها انها تصورني وخلاص. تمام كده. خلصت اهوت المهلبيه او الكريمه بتاعتي اللي انا هحشي بها الكنافه. طبعا الكنافه عاملينها مع بعض كتير. وديت الرقاق ولا الرقاق. اهو زي ما انتوا شايفينه. بليته بشويه الشوربه. وبقت طبقه يعني كل ما اجيب واحده ابلها بالشوربه. ابلها بالشوربه. وبعد ما ابلها بالشوربه رصاصه في قلب الصينيه. ودهنا الصينيه من تحت سمنه. وبعد كده حطيت في النص الخلطه بتاعتي اللي هي الكبد والقوانص. وبعد كده حطيت الطبقات التانية بعد ما بلتهم بالشوربه وحطيتهم فوق الوش. دهنتها سمنه. وحطيت كوبايه لبن فوقها وقطعتها ودخلتها الفرن. ودوت سفرة النهاردة أو اليوم رمضان. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم. متنسونوش بقى باللايك والكومنتات الحلوة اللي تشجعني. أشوفكم في رعاية الله. طبعا الرقاق برضك معلقة. الرقاق والمحشي في منتهى الجمال والبط طلع دايب دوبان. أشوفكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.